حباية الدواء البسيطة اللي انتوا شايفينها دي وراها عالم مليان بالتعقيد. اللي انا لسه واخده ده حباية صداع، ربما تكون ابسط شيء ممكن تشتريه من الصيدلية. شايفين كل الادوية اللي موجودة قدامكم اللي هتشوفوها في اي صيدلية في العالم؟ الادوية دي جزء من صناعة وتجارة عالمية. طب انا كنت عايز حاجة للصداع. تجارة الأدوية فارماسيوتيكال ماركت، ويقدر السوق ده بكام؟ لا ارجع لي أكتر، 1.5 تريليون دولار أمريكي. دلوقتي مؤمن الرقم اللي أنا لسه قايله ده صعب حتى إنك تستوعبه. إحنا كبشر ما بنقدرش نفهم أو نملك الكمية المهولة دي من الأرقام. الحقيقة هي إن الأدوية الشيء ده اللي هو بيعالجنا، الشيء اللي بيخلينا أصحاء، بيقع تحت قوانين السوق، عرض وطلب زيه زي أي حاجة تانية في الدنيا. ومثال على قصة من داخل هذا العالم لشخص اسمه مارتن شاكريلي. مارتن هو رجل أعمال، ولا عنده شهادة طب ولا صيدلة ولا ليه أي دعوة بالمهنة دي أساساً. هو واحد بتاع بيزنس بشهادة بيزنس من فرع بوريوش. في سنة 2015 مارتن فتح شركة أدوية اسمها تيرنينج، وأصلاً السبب اللي خلاه يفتح الشركة دي هو علشان شيء واحد بس: قدر يشتري حقوق بيع الدواء ده، دارابيرم. ثانية واحدة وهقول لكم يعني ايه ان دواء يكون عليه براءة اختراع وحقوق ملكية فكرية على دواء والكلام ده. عارف انه ممكن يكون ايه ملخبطكم حبتين دلوقتي، بس هنشرحه قدام. اوكي خليكم معايا. الدواء ده بيستخدم في حاجات كتيرة، واهمها بيستخدم لمعالجة الناس المصابين بمرض الايدز HIV، وللتلخيص حياتهم كلها معتمدة على الدواء ده ولازم ياخدوه بشكل منتظم. نرجع بقى لمارتن. أول لما احتكر الدواء وبس هو اللي بقى ليه القابلية إنه يبيعه، على السعر بتاعه من 13 دولار إلى 750 دولار. المريض العادي دلوقتي لما ياخد الكورس بتاع العلاج الكامل هيدفع قرب 75,000 دولار. دلوقتي أكيد احنا نكون عايزين نسأل نفسنا، هو ليه علّى سعر الأدوية؟ هل يا ترى علّى سعر الأدوية علشان المواد اللي كان بيستخدمها في تصنيع الدواء زادت سعرها؟ لا، أي حد فاهم كيمياء وكده يقول لك إن الجملة دي ما فيهاش أي منطق، لأن الخامات يعني المواد الكيميائية اللي بتستخدم في الأدوية دي ما فيش أرخص منها، لا مش كده. فيا ترى هو ليه علّى سعر الدواء؟ هو علّى سعر الدواء علشان هو عارف ان في ناس هتموت لو ما اخدتش الدواء ده، فعلّى سعر الدواء علشان يعمل فلوس زيادة. ولو انتم مش مصدقيني، I probably would have raised the price higher. Is probably what I would have done. Why? I think healthcare prices are inelastic. I could have raised it higher and made more profits for our shareholders, which is my primary duty. And again, no one wants to say it, no one's proud of it, but this is a capitalist society, capitalist system, and capitalist rules. And my investors expect me to maximize profits, not to minimize them or go half or go 70%, but to go to 100%. انتوا ممكن تكونوا شايفين ان الظاهرة بتاعت تعلية سعر الدواء ده علشان يعني يستغلوا الناس المرضى ويخلوهم يشتروا الدواء بسعر غالي على الفاضي حاجة نادرة ما بتحصلش كتير. بس ارجع تاني وافكركم ان البيزنس بتاع الادوية هو بيزنس بيطلع منه تريليونات، يعني تريليونز اوف دولارز. يعني كلمة حتى صعب ان انت تنطقها بالعربي من كتر ما في اموال مش طبيعية ورا البيزنس ده. فايوه هي بتحصل عند الناس اللي بيتعالجوا من السرطان الى السلام عليكم. بس كنت عايز حاجة للصداع.
انا اتعلمت حاجات كتيرة في رحلتي وانا بحاول الاقي حاجة للصداع اللي عندي ده مصري؟ ودي تقريبا كانت اكتر حاجة غريبة فعلا انا فهمتها. اسأل نفسك تاني، هو هيفرق ايه لو الدواء بتاع الصداع ده كان مصري ولا مستورد؟ مش كده كده المادة الفعالة هي نفسها؟ فليه في منتجات كتير مختلفة طالما جواهم نفس المادة الفعالة؟ وعلشان افهم اكتر اتكلمت مع الدكتورة ليجيا محمد تفهمنا اكتر. دلوقتي في الصيدلية انا بشوف الصيدلية حاجة زي السوبر ماركت بس للعلاجات، بمعنى زي ما شفنا من شويه الصداع في كذا حاجه ليها دعوه بالصداع، مع ان في الاخر هي نفس الماده الفعاله. نفس الموضوع اللي مثلا حد عنده مشكله في البطن، بطنه وجعاه، في كذا حاجه لنفس الماده الفعاله. فانا عايز افهم عامه الصيدليات بتشتغل ازاي من الناحيات. في حته تجاريه بحته مالهاش دخل بالعلم. بالظبط، ما هي المشكله او الحاجه اللي انا شايفها غريبه شويه ان لما التجاره بتدخل في الحاجه اللي ليها دعوه بصحه الناس، ان هو الموضوع بيخوف شويه. بيحصل فرايتي كبيره جدا، انت مش عارف انت تروح فين منين. يا اخي الناس بتوع الصيدله دول مهدور حقهم، وبجد انا مش عاوز اخلط هنا ما بين التجاره بتاعه الادويه وشغلانه الصيدله، دي حاجه ودي حاجه. وبرضو انا اتكلمت مع اليوتيوبر دانا علان علشان تفهمنا اكتر عن الصيدله والتجاره. هلا فكره تصنيع الادويه اساسا انه الماده الفعاله صحيح بتكون نفس الماده، بس ايش اللي ممكن يفرق كتير بالسعر؟ شغله اساسيه انه هذا الدواء جاي من برا ولا مصنع بالبلد نفسها. هذا شيء طبيعي جدا انه يفرق بالسعر. ممكن الفعاليه تبعت الدواء تكون جدا منافسه ومقاربة من الدواء الأساسي. غالباً رح تلاقي لها بدائل كتير متوفرة بالصيدليات، بدائل محلية أكيد رح تكون أوفر. والسبب الرئيسي اللي هو شغلة إنه الأدوية الأجنبية طبيعي إنها رح تكون أغلى لأنها جاية من برا، بس كمادة فعالة is the same. المادة الفعالة بتكون نفسها. حضرتك اللي انت قلتيه كلام منطقي، وده اللي بشوفه قدامي. يعني مثلا اكتر حاجه كومن تكون موجوده في العالم الصداع، فانا انزل اشوف دواء في الصداع هلاقي دواء غالي جدا، يقول لك ده جاي من بره، وافهم ان عشان جاي من بره فعشان يوصل هنا ففي فلوس كتيره اتدفعت. والاقي نفس الماده الفعاله سواء بقى باراسيتامول ولا ايه موجود منها البديل المحلي اللي بيتصنع هنا ويكون رخيص، نفس الماده الفعاله زي الفل. ولكن في ادويه لازم تتجاب من بره. يعني ايه لازم تتجاب من بره؟ يعني ان مش ملهاش بديل محلي، ولا هيكون ليها بديل محلي، لان الشركه اللي عملت الدواء ده عندها حقوق ملكيه على الماده الخام او الماده الفعاله اللي بيتعمل منها الدواء ده. فهنا بقى انا ايه، في حاجه غير اخلاقيه بتحصل هنا. يعني ايه ماده فعاله بتعالج ناس تكون حكر الشركه؟ صحيح، فاهمة عليك. ويعني هذا الموضوع فعلا بداية، وأكيد رح يكون في شعور إنه الموضوع لا أخلاقي، فبيكون في إلها حق احتكار هذا الوصفة التركيبة تبعتها وطريقة التصنيع وكل إشي لمدة 10 سنين. بعديها بتصير الشركات الأخرى قادرة إنها تحصل عليها. ليه ده شيء؟ أنا عارفة، أنا بالعكس يعني هذا الموضوع فيه أمور تفصيلية جدا بتضايق ولا أخلاقية. أنا عارفة بهذا الموضوع وأنا ما بحب هالشيء، لكن للأسف العالم اللي إحنا عايشين فيه ماشي على مبدأ الرأسمالية، فيعني ما بنقدر إنه إحنا منا لحالنا نغير هذه المنظومة للأسف. أنا أفهم حاجة زي كده تكون موجودة في حاجة فنية، أفهمها اللي هو ماشي، أنا واحد عملت أغنية أو عملت فيلم مش عايز الناس تاخده. إنما التاني ده شيء فعلا ممكن يغير حياة بشر، ممكن يعالجهم، ممكن ينقذهم من الموت. على اي اساس يتحط عليه بان ان لا معلش احنا اللي جبنا الفكرة دي؟ المفروض الفكرة زي كده تكون ملك للبشرية لو صح التعبير. شيء غريب ان المكان اللي بنجيب منه الأدوية بيتعامل نفس معاملة مطاعم الوجبات السريعة والسوبر ماركت. يعني أنا أفهم لما أروح سوبر ماركت وافتح التلاجة ولاقي المشاريب الغازية بأشكالها المختلفة وأسعارها المختلفة إن في روح من التنافس، منطقي. بس إن نفس روح التنافس دي تكون موجودة في المكان اللي بيتجاب منه الدواء، الحاجة اللي بتعالجنا، مش منطقي. ويا ريت المنافسة هي منافسة عادلة،
شايفين كل الادويه اللي موجوده قدامكم على الترابيزه دي، وفي منهم وقعوا تحت هنا. انا هعمل معاك تحدي دلوقتي. روح عند الادويه اللي موجوده عندك في البيت، اي دواء مهما كان ايه الدواء، دواء للصداع، دواء للمعده، او مكملات غذائيه، فيتامينات، اي حاجه. طلع الروشته اللي موجوده في الدواء ده، هتشوف اسم الشركه الام اللي موجود في الروشته، وبدون اي مفاجآت مهما كان ايه الدواء اللي انت بتستخدمه او الشيء اللي انت اشتريته من الصيدليه، الروشتة هيكون مكتوب فيها اسم من الأسامي اللي موجودة قدامك. ولو لقيت اسم مختلف، ده هيكون شركة صغيرة تابعة للشركة الأم اللي هتكون واحدة من الشركات برضو اللي موجودة قدامك. مش هيطلع براهم، لأن هم دول الشركات اللي محتكرة الصناعة بتاعة الأدوية. فالمنافسة هنا ما بين الشركات دي بتكون عن طريق العرض والطلب. الشركة دي هتنزل دواء للصداع، والشركة التانية دي هتنزل برضو دواء للصداع. انت براحتك شوف ايه الدواء اللي ينفعك. بس الخطر بيجي امتى؟ لما شركة من الشركات دي تكون محتكرة التصنيع لدواء معين. هنا بيكون عندهم القوة الكاملة ان هم يتحكموا في سعر الدواء ده. مرة تانية نكرر، الدواء ده اللي فيه ناس بتعتمد عليه علشان تقدر تعيش. في رحلتنا في البحث عن الحاجات اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دلوقتي، اكيد انا كنت عايز اخد وجهة نظر الطرف التاني. اتواصلنا مع الشركات الصغيرة اللي متصرح ليها ان هي تبيع الدواء ده في بلدان تانية، وبعتنا مش 1 ولا 2 بل 5 ايميلات لشركات مختلفة عشان بس نحاول ناخد وجهة نظرهم في الفيديو ده، ردا على الاسئلة اللي موجودة عندي. وكانت الاجابة يا اما بالرفض، يا اما بعض الناس اللي شغالة في الشركات دي تقول لا حاجة زي كده هتعمل لي مشاكل كتير، يا اما كانت بالتجاهل التام. وفي حاجة خبيثة تانية ممكن يعملوها. لو هم محتكرين دواء معين، ممكن ينزلوا نفس الدواء ولكن بسعر تاني، فهم هيكونوا بينافسوا نفسهم. هينزلوا السعر بالمنتج الجديد ده، فالناس هتروح تشتريه، بس في نفس الوقت هم نفس الشركة. مرحبا، انا دواء انت لازم تاني خالص. وزيادة البشر اللي عايشين على الكوكب معانا خلت صناعة الأدوية في آخر 20 سنة بس اتنقلت من صناعة بتدخل سنويا 390 مليار دولار إلى صناعة بتدخل سنويا 1.5 تريليون دولار. جدا سهل إن الواحد يطلع ويتكلم عن أسعار الأدوية والعلاج، وليه هو بيغلى، وليه ده شيء مش منطقي، وإن حاجة زي الأدوية ما ينفعش يكون فيها حكر من شركات، بل المفروض إنها تكون ملكية لكل الناس. التقدم العلمي في مجال الطب والصيدلة من المفروض إن هو يكون حاجة للبشرية، لأن كلنا ممكن نتفق إن حالتك المادية مش المفروض تكون العامل اللي يقرر هل أنت هتقدر تعيش ولا تموت. بس الجانب الأسود لعالم الأدوية بيبان أكتر في حتة تانية، مع الأمراض المزمنة. ومن الأمراض المزمنة إحنا هناخد أمراض الكلى كمثال. بس ننظفها برواقة. للأسف لما حد يكون عنده مرض مزمن، إحنا كبشر طبيعيين بنحس بيه، بنتضايق. بالنسبة لشركات الأدوية، هما ما بيحسوش نفس الإحساس، لأ، هما بيشوفوا قدامهم زبون مستمر، شخص هيفضل يشتري منهم السلعة بتاعتهم علشان السلعة بتاعتهم بتخليه عايش. لما حد يكون عنده مشكلة في الكلية ووصل لمرحلة الفشل الكلوي، ممكن يتجه إلى ناحية عمل عملية نقل كلى، وفي حالة نجاح العملية الإنسان ده بيفضل عايش على الأدوية طول عمره. وفي حالات الإنسان بيفضل يغسل كلى عشان يقدر يعيش. اللي أنا عايز أوضحه إن الناس اللي عندهم مشاكل في الكلية بيتأزموا لحياتهم إلى الأبد وبيعيشوا على الأدوية. محزن إن شخص دي طبيعة حياته، هو هيفضل عايش مع الشيء ده إلى الأبد. طيب ليه المجال الطبي ما طلعش بحل لحد دلوقتي؟ حاجة زي كلية صناعية يزرعوها جوه الإنسان، والكلية دي
تعمل كل المهام بتاعه الكليه الطبيعيه، بس هي باظت خلاص ما بقتش شغاله، فيشيلوها يحطوا بدلها كليه صناعيه، بدل ما يعملوا عمليه زراعه كليه انسان تاني يعني ويتبرع بيها والكلام. شكل الاختراع غريب اللي انا ماسكه في ايدي ده، حاجه غريبه يعني. ازاي دي هتدخل جوه انسان؟ ما اظنش ان في حاجه زي كده تكون منطقيه او حاجه زي كده ينفع تحصل. I'm Shivor Roy. We are working on an implantable bioartificial kidney. The device, which will be the size of a coffee cup, we anticipate will be located in the abdomen through a surgical procedure, not very dissimilar to a kidney transplant. Free the patients from the burdens of dialysis will actually have something that's going to cost less than the current therapy. So what we have here is the prototype model. This is fake blood that our body's own blood pressure will be able to drive the filtration. فالسؤال دلوقتي يا صديقي ما ينفعش يكون ليه احنا ما توصلناش للتكنولوجيا دي، علشان التكنولوجيا موجودة. فأنا مش عاوز ألبس القبعة بتاعة المؤامرة، بس الحقيقة هي الفلوس عندها قوة مش طبيعية. I think profits are a great thing to sustain your corporate existence. هل وارد ان شركه تكون بتصنع ادويه يكون عندها قوه والفلوس الكافيه ان هي توقف من تقدم بحث علمي لشيء معين هيأذي الصناعه بتاعتهم؟ ان احنا ممكن يا جماعه نمنع دواء السكر ده نهائي. ممكن نشتغل على الانسولين اللي في الجسم عن طريق الجين اللي بيحفز الانسولين، ونعالج الجين ده بحيث ان الجسم يفضل طبيعي ويفقد الانسولين بتاعه. فكده انت هتقضي على حاجه اسمها مرض السكر. تمام. طب ليه ده ما حصلش؟ ده مش هيحصل. انت كده هتموت الشركات وهتموت الماده الفعاله وهتموت كل حاجه مقابل ايه؟ مقابل هتنقذ البشريه من دواء السكر؟ لا، ما هي ممكن تعيش بالسكر وتبقى بتدفع وتاخد فلوس دواء السكر. طب هو ليه الموضوع لازم يكون يعملوا فلوس؟ دي ناحيه كده ماديه، كمان الناحيه الماديه. للاسف هي دي الحقيقه، لان بالقوه اللي موجوده عند شركات الادويه تقدر بكل سهوله ان هي توقف من البحوثات اللي بتتعمل على اختراع عظيم زي الاختراع ده، فكره الكليه الصناعيه اللي تقدر تتزرع داخل الانسان، تشتغل بضغط دم الانسان، بفلاتر موجوده جوه بتشتغل بالنانو تكنولوجي وتفلتر الفضلات بتاعه الانسان ويعيش حياته كلها بس بعمليه واحده، وكل مشاكل الكلى ينسى ان هي كانت موجوده عنده اساسا. شركات الادويه قدرت بكل سهوله ان هي توقف البحوثات دي علشان من الاخر جهاز زي كده، جهاز يعني معجزه ما ينفعش يشوف النور. يعني هو الموضوع بدايه انا عارفه والله الموضوع بدايه، والواحد عموما حتى خلال دراسته بعض الاشياء اللي شافها اكيد انزعج منها، بس هي هيك الدنيا ماشيه للاسف حاليا. هو انا بس بالنسبه لي انا عارف ان الدنيا بتكون ماشيه كده بحاجات كتيره، بس لما توصل للخط بتاع ارواح الناس الواحد بيرجع خطوتين لورا كده، اللي هو احنا متاكدين ان احنا المفروض نعمل كابيتاليزم هنا؟ يعني دي حاجه زي كده، يعني انا اظن ان الكابيتاليزم المفروض القواعد بتاعتها ما تمشيش هنا. طيب دلوقتي انا عارف ان انت ممكن تسال طب ايه الذكاء ده؟ طب ليه شركات الادويه ما تشتريش براءه الاختراع دي وتخلي الناس تعمل العمليه ويركبوا الجهاز ده وياخدوا فلوس من الناس؟ اقول لك كمان ان البيزنس ما بيشتغلش كده. انت هتجيب زبون مره واحده هتبيع له السلعه وبعد كده باي باي ما اشوفكش تاني؟ لا، لازم تبص قدام. الشخص اللي بيكون عنده مشاكل في الكلى بيفضل يتعالج وياخد أدوية إلى الأبد، بل وفي بعض الحالات ممكن كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر لازم يروح يعمل غسيل كلى. فلو ركب دي الزبون هيمشي، مش هيكون عنده 5000 حباية اللي لازم ياخدها كل يوم. الموضوع مش منطقي. اللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنقرب الموضوع بس بمثال تاني. خلينا نقول ان الهدف بتاعنا ان انت تاكل 500 سعرة حرارية على الغداء. يعني ايه 500 سعرة حرارية؟ يعني اللي قدامكم ده طبق رز ابيض عادي بسيط مع صدور فراخ، ده 500 سعرة حرارية. ده الهدف بتاعنا اللي احنا عايزين نوصل له. اللي مش منطقي بقى ان انت تقول لي علشان توصل لل 500 سعرة حرارية بتاعتك دي، بدل ما تاكل الشيء البسيط الحلو اللذيذ لناس كتيرة، تاكل 1 2 3 كل الخس اللي موجود قدامك ده 5 صناديق فيه نفس السعرات الحرارية اللي موجودة في الطبق ده. فانتوا قولوا لي دلوقتي ايه الشيء اللي منطقي اكتر؟ ايه الشيء اللي هيوصلك للهدف بتاعك؟ ايه الشيء
اللي في نفس الوقت هيوصلك للهدف بتاعك وهيدي لك فعلا الحاجات اللي انت محتاجها من ناحية الغذاء بتاع جسمك، من ناحية البروتين، من ناحية الألياف و إلى آخره. حاجة في طبق واحد، الحاجة التانية في 5 صناديق مع رحلات إلى الحمام لا نهائية. فأيوة، من الآخر كل الأدوية اللي موجودة في الصيدلية اللي موجود فيهم نفس المادة الفعالة مفيش فيهم أي فرق. وشركات الأدوية اللي بتعمل لنا الحاجة اللي فعلا بتنقذ حياتنا مش مهتمين أصلا إحنا نعيش ولا نموت. بس بجد أكتر حاجة أنا بقعد أفكر فيها دلوقتي هي القصة بتاعت الكلية الصناعية. يخليك تسأل وتفكر لما الشيء ده فعلا موجود، يا ترى من الآخر لو الشخص اللي عنده القوة الحقيقية عاوزك تاكل خس، فهتاكل خس، سواء كان منطقي مش منطقي، عجبك أو مش عجبك، هتاكل الخس. أنا عارف كل الكلام اللي اتقال ده خلى الواحد يصدع شوية.